3 حاجات يرجعوا العلاقة زي زمان وأحسن. يلا. أول حاجة ابعد عن اللمة الكذابة. يعني انتقي الناس اللي موجودة في حياتك واديهم من وقتك عشان العلاقة دي تنضج. ولازم اللي يبقى موجودين في حياتك دول تبقى العلاقة ما بينك وما بينهم يعني المنفعة قائمة على الراحة النفسية. ناس وجودها في حياتك وانت وجودك في حياتها بيديك حالة من اجتماعية رائعة في حياتك، بحيث تلاقي اللي يسندك واللي تسنده. يبقى العلاقة ما فيهاش مصالح، مش بخرج عشان المصالح لا، المصلحة الأساسية ان انا ابقى مبسوط. 2 ما تحكيش لأي حد في حياتك عن أي حاجة تخصك. حياتك الشخصية ليست أمام العالم كله. مشاعر. مش كل الناس تعرف أنت بتعمل إيه وهتعمل إيه وبتروح فين ومحوش كام وبتخلي إيه، لأن إحنا بنشوف إن العلاقات الكويسة إن أنا الناس كلها تعرف كل حاجة عني. لا، زمان ما كانوش بيقولوا لبعض حاجة، كانوا بيعرفوا الحاجات البسيطة، كان كل بيت عنده أسراره. لأن أما البني آدم بيحافظ على حياته بينجح. وعلاقته بالناس مبقاش فيها تداخل. كل بني آدم عنده حياته الشخصية هي عبارة عن مكان خاص بيه. فتلاقي البيوت مستورة، مش البيوت مفضوحة ومكشوفة. والبيوت بتبص لبعض. 3 ودي حاجة مهمة، ويعني الاحترام والأدب. مفيش أجمل من ديننا إنك تحترم وتطبطب وتشارك وتحب وتدي وتنفق مما تحب ليعطيك الله كل ما تحب.